كيروي الإمامين البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أهل الكوفة اشكوا بسعد إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ناض عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليسأل في هذه القضية، فأرسل يسأل عن سعد، فقال رجل: إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فقال سعد رضي الله عنه: اللهم إن كان عبدك، يعني هذا الرجل، كاذبا فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فعمر هذا الرجل، أي طال عمره، حتى سقط حاجباه على عينيه وافتقر، يعني أصابته الفاقة، وكان يتعرض للجوار في الطرقات، يعني يتعرض للفتن. فإذا سئل، يعني هذا الرجل، قال: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. ولهذا اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فربما انتهى الموقف وظننت أنك كسبت القضية أو الجولة، فإذا للحكاية بقية في دعوات السجود وأكف الدعاء المبلل بالدمع. يعني أنت كيتسحب لك صافي، ديتي الحق ديال شي واحد، صافي انتهى الأمر، ولكن للحكاية بقية. هذا الإنسان هذا اللي ظلمتيه، ارفع القضية لقاضي السماء بدعوات في السجود في كل صلاة، ووراء كل صلاة كيهز يده ويدعي عليك. وقد بلغ من عدل الله أنه يستجيب دعاء الكافر المظلوم على المسلم الظالم. وفي البيان والتبيين للجاحظ كيقول: اتقوا مجانيق الضعفاء، أي دعوات المظلومين. يعني الجاحظ سمى الدعوات ديال الضعفاء والمظلومين بالمجانيق. لهذا الإنسان خصو يرد البال، رد البال، ما يتسحبلكش بأنك ديتي حق ديال شي واحد أو تعديتي على شي واحد، صافي انتهت القضية وانتهى الأمر. فإلا حكمت لك محكمة الأرض، ما تنساش بأن كاين محكمة ديال السماء، وهي لا يظلم فيها أحد. يعني أنت ستحاسب على مثقال الذرة، مشيش غلط. السلام عليكم.